ماذا لو ده سؤال كتير احنا بنسأله، بس مش بالصيغة دي. احنا بنسأله بصيغة طب انا هعمل ايه لو كان ده حصل، لو الموقف ده ما كانش حصل بالشكل ده انا كان زماني في حتة تالتة. لو الحتة دي ما كانتش حصلت او ما عدتش بالظروف دي كان زماني احسن بكتير. ونقعد نسأل نفسنا أسئلة كتيرة ونخش في دوامات كتيرة جدا، ودي حاجة بتشتتنا وبتضيعنا وبتخلينا ننسى الواقع اللي احنا عايشين فيه اصلا. فدي حلقة النهاردة من دفتر العراف. ماذا لو؟ زي ما قلنا سؤال الحلقة هو ماذا لو. فكرة إن السؤال ده بيجيلنا أصلا بيجيلنا من إن إحنا نبقى راسمين خط السير لحاجة معينة في الحياة، والحاجة دي ما تحصلش بالطريق اللي إحنا عايزينه، أو ممكن يحصل مشاكل إحنا ما كناش نتخيلها إن هي تحصل، أو ممكن نكون في علاقة معينة وإن الشخص ده يحصل مشاكل كتير، فإحنا نقول لو الحاجة دي ما كانتش حصلت كان زماني لسه مع فلانة، أو كان زماني لسه مع فلان، أو هكذا. بس الفكرة كلها إن إحنا بننسى إن إحنا بنتعلم من المشاكل والأخطاء اللي بتحصل في حياتنا. كل مشكلة وكل عقبة في حياتنا ما هي إلا وسيلة إلى الارتفاع. ودي فكرة الحياة، إن الحياة بتاعتنا إحنا مثلا بنبدأ من هنا، فأنت بتطلع فوق وتنزل تحت وتطلع فوق وتنزل تحت وهكذا. هي دي دايرة الحياة. الحياة عمرها ما هتبقى غير كده، لأن أنت لو أنت جيت فكرت فيها هو مفيش واحد هيفضل يعيش كده إن هو مبسوط على طول. مفيش واحد هينزل يعيش كده إن هو حزين على طول. لا، أنت لازم عشان تعيش الحياة هتطلع وتنزل. ولازم يبقى عندك في وجهة نظر إن أنت لما تنزل أو تقع أو حاجة وحشة تحصل لك ما تحسش ان الموضوع نهاية العالم وان دي اخر الدنيا وان هو خلاص دي هي النهاية. لا، انت بتبدأ تاني من جديد وتبدأ تاخد فكرة. وده اللي بيحصل مع البشر حتى هم اطفال. انت وانت طفل ما بتحسش بأي حاجة اذا كانت دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. بتعرف منين ان الحاجة دي وحشة؟ ان هي مثلا بتأذيك او تعملها غلط او الناس بتزعلك عليها. نفس فكرة الطفل مثلا لما بيشوف النار، هو بيشوف حاجة متوهجة، حاجة حلوة، فيروح يلمسها تلاقيها اتحرق، فيتعلم بعد كده ان هو ما يقربش من الحاجة دي بعد كده. هو ده طريقة تعلم البني آدم. البني آدم بيتعلم بالتجربة والخطأ والنجاح وهكذا، إن أنت بتخطأ في حاجة فتعرف أنت إزاي غلطت فيها وإزاي تعديها. فإحنا مثلا بنسأل نفسنا يا لو كان الموقف ده ما حصلش، بس أنت لو جيت فكرت فيها الموقف اللي حصل ده ربى فيك حاجة أنت ما كنتش هتتعلمها بمليون موقف أنت عديت فيه بنجاح. فاهم؟ يعني مثلا انت اتخدعت في ناس، فانت اتعلمت ان انت ما تديش مثلا الثقه بشكل 100%، او ان انت اتعلمت ان انت لما يحصل موقف مع فلان تبقى عارف ان انت مدي حذر مثلا حاجه معينه او حاجه حصلت. فهي دي الفكره، ان مهما حصل او مهما كان الموقف اللي قدامك حصل فيه ايه، لازم يبقى عندك وجهه نظر ولازم يبقى عندك تقدم وقابليه ان انت تطلع تاني. لان هي دي مش نهايه الدنيا، انت نهايه حياتك ونهايه الطريق هي النهايه بتاعت الوفاه. انت يوم لما تموت يبقى انت كده خلاص، انت كده انتهت كل حاجه. لكن طالما انت لسه عايش ولسه بتجرب، فاعرف ان انت هتغلط. مش معنى الغلط ان انت خلاص دي النهاية او ان انا خلاص دي اسوأ حاجة حصلت. لا، الغلط ده هيعلمك، يخليك احسن، يخليك تفكر اكتر، يخليك تفكر بزاوية تانية. اوقات كتير احنا بنبقى ماشيين في حياتنا، بنتمنى حاجات كتير. مثلا انت بدأت مشروع او بدأت شغل او بدأت دراسة وفشلت، او المشروع خسر، او ما نجحتش في الحاجة. فانت بتكتشف ان انت على قد ما انت خسرت مثلا فلوس، وقت، خسرت مهما خسرته، فانت اتعلمت تجربة. فانت لما تيجي هتقدم تاني او تيجي تعمل مشروع تاني، هيبقى عندك كل بقى اللي فات ده، الباك اب بقى اللي حصل، كل اللي ورا ده كله هتبدا تستعيده عشان ما تغلطش تاني. ودي نفس الفكره. مثلا ليه ناس مثلا بتبدا حاجه معينه وما بتنجحش فيها، رغم ان مثلا في فلان تاني بدا فيها ونجح فيها وحقق منها فلوس كتير؟ ان انت مش هتعرف تديرها لحد الاخر. فربنا مثلا بيحط لك عقبات كتيره في الاول ان انت تقع فيها علشان تفوق، تعرف ان دي مثلا مش بتاعتك، ان ده مش الطريق اللي انت المفروض تمشي فيه. انت ليك طريق تاني. وهي دي الفكره، ان انت تعرف الطريق اللي انت المفروض تمشي فيه هو انه طريق، والطريق ده هتمشي فيه ازاي. فانت بتعلم عن طريق التجربه والتعلم. انت بتجرب هنا، نجحت خير وبركه، بتكمل بتشوف الحاجات اللي بتحصل. فشلت او حصل عقبات معينه بتحاول تحلها، ما عرفتش تحلها والطريق وقف خالص، بتشوف طريق غيره. فكره ان انت تبدا من الاول دي مش نهايه العالم. انك تبدا من الاول ده حاجه ميزه جديده ليك، لان انت بتبدا معاك خبرات تانية بتفرق عن الناس اللي بادئه اصلا. فهي دي الميزه، ان انت دايما ما تفكرش ان انت عشان بتبدا حاجه جديده او ان انت بتبدا من الصفر، لا انا خلاص انا فاشل، انا مش عارف انجح، ده هم الناس دي كلها ورايا وهم اكيد هيسبقوني. لا، ما تفكرش فيها كده. انت لو فكرت بنفس النظريه دي، عايز اقول لك ان كانت في حاجات كتير قوي ما اتعملتش، وفي حاجات ما اخترعتش، وفي حاجات كتير قوي كانت وقفت بسبب تفكير ان هو لو اللي حصل ده ما كانش حصل، لو مش عارف ايه اللي هيحصل، دول الناس كتير كلهم سابقوني، هو انا هقدر اسابقهم؟ لا، انت تقدر تسابقهم. انت تقدر تعمل اللي انت عايزه. انت تقدر تحقق حاجات كتيره انت ما كنتش متخيل ان انت ممكن تعملها. وده عن طريق ان انت ما تبطلش تحاول، ما تقفش عند فكره ماذا لو.
ماذا لو اللي حصل ما حصلش، ماذا لو مش عارف ايه ده كان حصل، ده لو كان معايا مليون جنيه كان زماني احسن واحد، لو كان الموقف الفلاني مشي زي ما انا بفكر كان زماني في مكان تاني احسن بكتير، لو كان المشروع نجح. هتفضل تسأل نفسك اسئلة كتيرة، وهتفضل بقى واقف حرفيا واقف في مكانك صنم كده، انت صنم لان انت عمال بتفكر وتعيد وتزيد في نفس الدايرة، ما بتخرجش براها. ما هو انت هتتطور امتى؟ بره لما تخرج بره اللوب بتاعتك، بره لما تخرج بره عن المشكلة، هتلاقيك وصلت لحاجة جديدة، وصلت لفكرة جديدة، مشكلة جديدة يا سيدي حتى تعرف تحلها. هي دي الفكرة. ما تحاولش تقف عند ماذا لو، ما تحاولش تقف عند أي حاجة وحشة في حياتك، لأن الحاجات الوحشة أو المواقف السيئة أو الخبرات اللي أنت حاسس إن هي كانت كبيرة عليك، اعرف إن أنت هتكون قدها، إن أنت قد إن أنت تخرج منها بسلام، وإن أنت تعرف تحقق فيها أقل خسارة ممكنة عشان تعرف تعوض في مكسب تاني. دايما لما تيجي تشوف قصص الناس الناجحة والعلماء ومش عارف ايه، هتلاقي ان هو كان في بص ناس كتيرة بتطلع عينه وبتهينه، وان هو انت مش هتوصل، مش هتنجح، انت مش عارف كان غيرك وصل، انت مش تقدر تواجه مش عارف مين. كل ده حصل، وهو رغم كل ده حصلت حاجات تخليه تزقه لقدام، وعمل حاجات جديدة، ووصل لحاجة جديدة لدرجة إن هو بقى بيحكي قصة نجاحه. أي قصة نجاح هي عبارة عن أب وداون، أب وداون، طالع ونازل. مفيش قصة نجاح كده على طول. حتى الناس اللي معاها ملايين الملايين لما بيجي ينجحوا في حاجة، هو ما بينجحش عشان هو معاه فلوس كتير أو كده، لا هو ناجح عشان اتعلم حاجة وعمل حاجة معينة مختلفة عن الباقي. ما هي الفكرة ان الفلوس مش بتشتري النجاح. الفلوس لو بتشتري النجاح كان زمان ناس كتيره نجحت في ان هي تشتري شركات. ودي نفس الفكره. يعني مثلا مثال احنا قلنا قبل كده هو مثال نوكيا. نوكيا كانت اكبر شركه واشهر شركه وشركه معاها فلوس كتيره جدا. ما هو ليه نوكيا مش موجوده دلوقتي مثلا؟ او ليه شركات من الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده زمان مش موجوده في وقتنا، وظهر شركات تانية بقت اغنى منها بكتير؟ لان هم ما خدوش الدوره بتاعت الحياه، ان انت نجحت خالص فالمفروض هتقع، فالمفروض ترجع تحارب تاني وتقوم تاني. لا هم ما كانوش بيفكروا كده، هم كانوا بيفكروا احنا اكبر اسم، اكبر شركه، اشهر شركه، الناس معاها حاجتنا كلها، احنا عندنا كل حاجه، فانا ليه هقع اصلا؟ انا مش هقع ابدا. دي الحقيقه ان هم وقعوا، ما عرفوش يقوموا لان هم ما عندهمش قابليه ان هم يقوموا، ولا التحديث ولا التطوير. فهي دي الفكره. انت ممكن تبقى زي نوكيا، وممكن تبقى زي ايفون، ممكن تبقى زي هواوي مثلا. الفرق بين التلاتة، نوكيا وقعت في الأرض ما قامتش، أيفون هي كده كده طلعت ثبتت في حتة وعمالة تثبت نفسها في مكان، وتحس إن هي اشترت المكانة دي، اللي هي الفكر والاسم والبراندنج وكل ده، هم اشتروا الحوار ده. وهواوي شركة طلعت من تحت الصفر من الصين، والناس كلها بتحاربها والشركات كلها بتحاربها، بس فرضت نجاحها وفرضت حاجات كتيرة قوي هي عايزاها، عشان هم بيحاولوا دايما عندهم بحث وتطور وهكذا، ان هم ما بيقفوش عند نقطه معينه. ودي الفكره اللي عايز اقولها لك ان هي ممكن تحصل. ايفون 17 لسه نازل اصلا، والتحديثات والابديتس لسه نازله، وكل حاجه لسه نازله. وعايز اقول لك ان دي اكتر حاجه مخيبه للامال، ان مفيش حاجه جديده. هم بيضحكوا علينا وبيضحكوا على نفسهم، ان هو بس بعد لك السنسور والفلاش خلاهم اخر البتاع، بس انا عملت تطوير رهيب. لا انت لا تطوير رهيب ولا اي حاجه. انت عارف انت ميت وبتحاول تعيش، او انت بتحاول تنعش حاجه هي ماتت. فهم مش هينجحوا غير لما يوصلوا لحاجه جديده. فانت نفس الفكره. ما تخليش حاجه تحبطك، ما تخليش حاجه تاذيك او تضايقك. انت تقدر توصل، بس اخرج بره الدايره اللي هي بتاعت ماذا لو. ما تفضلش واقف فيها. فكر بتفكير جديد. حتى اعمل حاجه انت كنت متخيل ان انت ممكن تعملها، وقدم في حاجات انت كنت ضامن 100% ان انت هتترفض. بس فكره ان انت حاولت اترفض 100 مره، على الاقل ان انت ممكن تنجح مره. لكن انت لو فكرت ان انت هتفضل بتترفض على طول، فانت عمرك ما هتنجح، لان انت كل حاجه في دماغك. لما تعمل حاجة وتوصل لحاجة هتلاقي الموضوع أحسن بكتير. وأتمنى حلقة النهاردة كانت إجابة للسؤال بتاع ماذا لو، وكلنا نحاول نحل السؤال ده، لأن دي هتفرق في حياتنا كتير. كان معاكم فارس الطراس في حلقة جديدة من دفتر العراف.